عايزك تركز معايا الدقيقه ونص دول عشان تعرف الفرق بين الهوجن 4 الاستيراد والهوجن 4 الاتش جي، وهنعرف يعني ايه هوجن 4 اتش جي فرز اول وهوجن 4 اتش جي فرز ثاني. طبعا هوجن 4 الاستيراد عارفين اللي مرسوم عليها النسر وشرحناها كتير، ولكن النهارده ان شاء الله باذن الله هوريك مكنه ناس كتير بتباع على انها استيراد، ولكن هي المكنه اتش جي فرز اول، حاجه محترمه جدا موجوده طبعا بكل علاماتها. لازم تركز معايا الفيديو ده دقيقه واحده ان شاء الله باذن الله تعرف المكنه بالكامل. 4 برو طبعا دي الاتش جي فرز اول، ان شاء الله باذن الله تشوف كل حاجه فيها. اول حاجه طقم الصاج بيبقى مكتوب عليه برو، لان في ناس ممكن تحط الموتور بس ما تجيبلكش طقم الصاج ولا العجل بتاعها. طبعا العجل بتاعها زي ما انت شايف اتش جي 150 برو. الصندوق برضو هتلاقي مكتوب عليه هنا اب برو. مش بس كده، الشكمان معايا مكتوب عليه اب برو. طبعا الشكامين بتاعته والشاسيه بينزل مكيس زي ما انت شايف ومقوص من فوق من تحت، والبرشامه فيها بينات، حاجه شبه الاستيراد وحاجه جميله جدا، وفي ناس كتير بتبيعها على انها استيراد. ولكن خلينا اشرح لك اهم حاجه في المكن هو الموتور. اول حاجه لازم تبص عليها ان انا عندي هنا المسمارين موجودين، هنا المسمارين اللي هم بين الشكمان. اللزه طبعا الحمراء اللي هي نصها احمر من فوق، واللزه اللي هي البيض. طبعا هتلاقي اللزه موجوده على وش الكهرباء ووش الزيت. مش بس كده، اوريك رقم الموتور. عندك رقم الموتور اتش جي 162 بيبدا ب 411. طبعا المكنه ان شاء الله باذن الله موجوده، وهننزل لها سعرها كام؟ 38250 مجمعه و38 صندوق. طبعا المكنه موديل 2026. اي حد محتاج يا ريت ينورنا، والالوان اللي موجوده الحمد لله بفضل الله اللون الابيض واللون الرصاصي اجمل لونين موجودين دلوقتي في السوق. ان شاء الله باذن الله في انتظاركم في المعرض. اي حد محتاج اي فيديو اي حاجه يكتب لي في الكومنتات.